أهلا بيكم. بصوا، مقابلة العمل دي يعني كلنا مرينا بالموقف ده. اللحظة اللي ممكن فعلا تحدد شكل مستقبلنا المهني كله. في الشرح ده احنا عايزين نحول القلق والتوتر ده لثقة، وهنقدم مع بعض دليل عملي واضح خطوة بخطوة عشان أي حد فينا يعرف إزاي ينجح في مقابلته الجاية. طيب، هي مقابلة الشغل دي إيه بالظبط؟ يعني هل هي مجرد اختبار صعب وموتر ولا فرصة ذهبية؟ الحقيقة هي ممكن تكون الاتنين، بس الموضوع كله بيعتمد على التحضير. بالتحضير الصح بتتحول من مجرد اختبار لفرصة حقيقية، فرصة نثبت فيها إحنا مين وإيه القيمة اللي ممكن نقدمها. لو جينا نبص عليها ببساطة شديدة، مقابلة الشغل هي اجتماع، بس اجتماع مهم جدا. صاحب الشغل كل اللي بيحاول يعمله إنه يعرف هل الشخص اللي قدامي ده هو فعلا المناسب للوظيفة دي؟ ومن ناحيتنا إحنا بقى دورنا إننا نجاوب على السؤال ده ونقول أيوة أنا هو الشخص ده. الموضوع بالبساطة دي. تمام؟ عشان نوصل للنتيجة دي هنمشي مع بعض في رحلة متقسمة لكذا خطوة أساسية. أول حاجة هنتكلم عن قوة التحضير وده الأساس. بعد كده هندخل في نصايح عملية جدا عشان نتقن المقابلة نفسها، وهنعرف كمان إيه هي الأنواع المختلفة للمقابلات. وفي الآخر خالص هنلم كل ده مع بعض عشان نشوف إزاي كل ده بيبني الثقة بالنفس اللي محتاجينها. طيب يلا بينا نبدأ بأول وأهم جزء، لأن بصراحة سر نجاح أي مقابلة بيبدأ قبل ما الواحد يوصل الشركة أصلاً. التحضير هو كل حاجة. البحث المسبق عن الشركة ده عامل زي ما يكون معاك سلاح سري، بيديك إحساس بالراحة والاستعداد. فكر فيها كده، لما تبقى عارف الشركة دي بتعمل إيه وإيه أهدافها وتاريخها ماشي إزاي، ثقتك بنفسك بتزيد بشكل لا يمكن تتخيله. طيب نبحث عن إيه بالظبط؟ عشان البحث ده يبقى فعال لازم نركز على شوية أسئلة أساسية. يعني مثلاً الشركة دي بتعمل إيه؟ طيب والوظيفة اللي متقدم لها دي إيه تفاصيلها بالظبط؟ وإيه المهارات اللي هم بيدوروا عليها؟ لما نلاقي إجابات للأسئلة دي ده بيبين إننا مهتمين بجد. وهنا نيجي لنقطة تانية في غاية الأهمية. زي ما المصدر بتاعنا بيقول، من أفضل الطرق للتحضير للمقابلة هي توقع الأسئلة اللي ممكن يسألها المحاور. ليه؟ لأن ده بيخلينا نجهز إجابات مدروسة ومنظمة، بدل ما نتفاجئ بأسئلة في نص المقابلة وما نعرفش نرد. حلو قوي. كده احنا حضرنا كويس. دلوقتي بقى خلينا نشوف ازاي نستغل التحضير ده عشان نقدم أداء ممتاز يوم المقابلة نفسها. أول نصيحة: اللبس. الانطباع الأول بيتكون في أول كام ثانية، واللبس المناسب ده مش مجرد شكله وخلاص، لا، دي رسالة واضحة جدا بتوصل للي قدامك، بتقول له أنا واخد الفرصة دي بجد ومحترم المكان اللي أنا فيه. النقطة التانية ودي بديهية لكن مهمة جدا: الميعاد. إنك توصل في ميعادك ده أقل حاجة متوقعة. الأحسن كمان إنك توصل قبليها بخمس أو 10 دقايق. ده مش بس بيوري إنك بتحترم الوقت، لأ، ده كمان بيديك فرصة لنفسك، فرصة تاخد نفسك وتهدأ وتركز قبل ما تدخل. نيجي بقى للثقة بالنفس. طبيعي جدا إن أي حد يحس بتوتر، ده شيء عادي خالص، بس في تصرفات بسيطة زي مثلا التواصل البصري واستخدام صوت هادي وواضح. الحاجات دي بتوصل إحساس بالثقة قوي جدا. وده يودينا للنصيحة اللي بعدها: لغة الجسد. خلي بالكم من لغة جسدكم، يعني بلاش قاعدة مفرودة بزيادة أو كسل، بلاش حركة كتير في الكرسي، وطبعا بلاش لبان. القعدة الطبيعية اللي بتبين إنك منتبه ومهتم دي بتفرق جدا. طيب في سؤال مهم قوي، أجاوب في وقت قد إيه؟ القاعدة الذهبية بتقول حوالي 60 ثانية، دقيقة واحدة. ده وقت يعتبر كافي جدا عشان الإجابة تكون كاملة وواضحة، وفي نفس الوقت مش طويلة لدرجة إنها تبقى مملة. وآخر نصيحة في الجزء ده مهم قوي: موضوع الراتب. بلاش نستعجل ونتكلم فيه. الأهم دلوقتي هو إننا نركز على القيمة اللي هنضيفها للشركة. لازم نوضح إيه اللي نقدر نقدمه الأول. الكلام في الفلوس ده بيجي بعدين، بعد ما نثبت قيمتنا مش قبلها. طيب هل كل المقابلات زي بعضها؟ لا طبعا، وإننا نعرف نوع المقابلة اللي داخلينها دي بتدينا ميزة كبيرة جدا. في 3 أنواع مشهورة جدا. أول نوع هو المقابلة الفردية، اللي هو واحد لواحد، ودي بتركز قوي على شخصيتك وخبرتك وعلاقتك مع المدير المحتمل. النوع التاني هو مقابلة اللجنة، بيبقى في أكتر من شخص بيقابلك وهدفهم ياخدوا رأي جماعي. والنوع التالت هو المقابلة التليفونية، ودي غالبا بيكون مرحلة تصفية في الأول. لما نفهم هدف كل نوع بنعرف نحضر له صح. وبما إننا جبنا سيرة المقابلات التليفونية، دي ليها تحضيرات خاصة، لأن مفيش تواصل بصري، فالصوت والتحضير هم كل حاجة عشان نسيب انطباع قوي. يعني لازم نكون مجهزين نفسنا كويس، ونختار مكان هادي، ونقفل أي حاجة ممكن تعمل إزعاج. ويفضل نلبس لبس كويس عشان ده بيدي ثقة، ويكون السي في والأسئلة بتاعتنا جنبنا. طيب يلا بقى نربط كل الخيوط دي ببعضها ونشوف إزاي كل التحضيرات والنصايح دي بتترجم في الآخر لصورة معينة بتترسم في ذهن صاحب الشغل عننا.
لما بنعمل البحث بتاعنا كويس ونتوقع الأسئلة ونتكلم بهدوء، ده بيوصل رسالة واضحة جدا إن الشخص ده واثق من نفسه. ولما نوصل قبل الميعاد ومعانا نسخ زيادة من السي في، دي برضو رسالة تانية بتقول إن الشخص ده منظم. ولما ندي إجابات واضحة ومختصرة ومدروسة، دي رسالة تالتة بتقول إن الشخص ده يعتمد عليه. فالخلاصة هنا إيه؟ الخلاصة إن التحضير ده مش مجرد حاجة بنعملها عشان نقلل التوتر وخلاص. لا، كل خطوة تحضير بنعملها بتبني صفة إيجابية في شخصيتنا قدام اللي بيقابلنا، وبتحولنا من مجرد مرشح عادي لمرشح قوي ومثالي للوظيفة. عشان كده في النهاية السؤال اللي لازم نسأله لنفسنا مش إزاي أنجح في المقابلة، لا، السؤال الأهم هو إزاي أقدر أستغل المقابلة دي عشان أثبت قيمتي الحقيقية. والتحضير الكويس هو اللي بيدينا الإجابة والثقة. شكرا جدا ليكم.